هاعمل معاكِ النهارده وصفة تغنيكِ إن أنتِ تشتري إزازة الهاربِك دي من برّه، رغم إن هي بقت غالية جدًا، وهتنضّف معاكِ وتلمّع وترجّع الحمام بتاعِك كإنه جديد. حاجة كده وهم هتغنيكِ إن أنتِ تشتري الأزايز. الخلطة اللي أنا هاعملها النهارده منظّف هيشيل الأصفرار والتكلُّسات وأي دهون، وهيرجّع لِك قاعدة الحمام أعزكم الله، والبانيو والحوض هيرجّعه لِك زي كإنه جديد وبيلمع. هتحتاجي إزازة عشان تسهل عليكِ إن أنتِ تفرديها أو تحطيها كده زي ما أنتِ شايفة. أول حاجة هنجيب طبق أو علبة ما نكونش طبعًا بنستعملها في أي حاجة غير للخلطات أو في الحمام عامةً. حطيت 3 معالق أو 4 معالق نشا، 3 معالق كبار، ودوبتهم تقريبًا بكوبايتين مَيّة. وهالبس طبعًا جوانتي تقيل لإن اللي أنا هاحطه دلوقتي البوتاص أو الصودا الكاوية أو القطرونة. دلوقتي دي طبعًا ممكن تلهب أي إيد عندها حساسية، ولو عايزة تلبسي كمامة كمان ممكن تلبسي، بس إحنا مش هنعمل كمية كتير فمش هتطلّع أبخرة كتير. حطيت معلقتين 3 صغيرين تقريبًا 2 كبار، وأحط عليهم حبة مَيّة صغيرين ربع كوباية وهادوبهم كويس. لو وصلتِ لحد هنا اعملي لي بقى لايك واشتراك في القناة وكمّلي الفيديو عشان تعرفي الخلطة ديّة وتأثيرها إزاي، وطبعًا هاجرّبها معاكم واشوف تأثيرها كمان على قاعدة الحمام وعلى البانيو. أنتم شُفتوا قاعدة الحمام في الأول كانت عاملة إزاي، وكمان البلاعة اللي كانت جنب قاعدة الحمام كانت متبهدلة والاصفرار على السيراميك عامل إزاي، غير طبعًا الدهون اللي على السيراميك اللي بقى لها مدة. الدهون ديّة مش عيب نضافة، بس هي كانت موجودة في السيراميك، بس هتفتح وهتنضف من الخلطة ديّة. كمّلي معايا. حطيت طبعًا البوتاص أو الصودا الكاوية بعد ما دوبتها نزّلتها وبمعلقة خشب، أي معلقة بقى أنتِ كنتِ مخصصاها للحاجات ديّة، تحوّل معايا لمادة جيلاتينية، وديّة اللي اسمها تكسبون، ودي بنعملها بمكونات بسيطة، وممكن تحطّي بدل النشا تحطّي دقيق. حطيت بعد كده كلور الألوان، وربع كوباية صابون سايل، وممكن برسيل جل، وممكن كمان تحطّي بريكس. وحطيت كلور الألوان زي ما اتفقنا نُص كوباية، وحطيت معلقتين فانيش. طبعًا القوام زي ما أنتِ شايفة تقيل إزاي، فأنا عشان كده زوّدت شوية مَيّة عشان أخفّفهم سِنّة، لكن أنا باحبه تقيل كده وأخفّفه بعد كده في الإزازة. أي إزازة بقى عندِك هاعبّي فيه الخليط دوّة، ده كده الأساسي، وطبعًا هيرغي معايا عشان أنا حطيت كمان صابون سايل وكلور ألوان، وحطيت الفانيش للنضافة. الفانيش طبعًا هيلمّع معاكِ وغير الكلور الألوان، والبوتاص نفسه طبعًا بينضّف ما بين السيراميك وبيخلّيه يرجع كإنِّك لسه مركّباه جديد السيراميك ونضيف، والفروقات اللي بين السيراميك كمان هتلاقيها بتنوّر وبتلمع. بعد ما خلطت كويس ده الجزء ده أنا هاشيله طبعًا لمرّة تانية، وسِبت حبّة في العلبة وحطيت عليهم شوية مَيّة زيادة وأحطهم في الإزازة بتاعة البريل أو أي إزازة فاضية. هنا أنا هاحط طبق كده عشان طبعًا استفاد بالخلطة كلّها. زي ما أنتم شايفين أنا ضِفت مَيّة، لكن الخلطة ما كانتش خفيفة، كانت برضه متوسطة وقوامها مش خفيف خالص. يعني زي ما أنتم شايفين مليت الإزازة كاملة. هاقفل بقى الإزازة، ودي بتسهّل عليَّ طبعًا الاستخدام، وإن أنا أفردها على أي حاجة. البوتاص وإحنا بندوبه في المَيّة بيبقى سُخن، فنخلّي بالنا ما نمسكش العلبة من تحت. والجوانتي ده كان بتاع المطبخ، بس أنا خصصته بقى للحمام والخلطات. بس أنا خصصته بقى الحاجات والوصفات ديّة عشان البوتاص ممكن يبوّظ الإيد في ثانية، فأي نقطة تنزل على إيدِك لو ما لبستيش جوانتي تبتدي إن أنتِ بمَيّة بخل تنضّفيها وتمسحيها كويس، وتحطي على إيدِك أي مرهم مضاد للالتهابات وللحروق. حطيت حبة على الحوض كده، وابتديت بالليفة بتاعتي اللي مخصصاها للحوض والبانيو أوزعها. كمان الجوانتي اللي أنا لابساه فيه كده زي شعيرات بينضف، يعني ممكن تستعمليه كأنه ليفة. هجيب واحد جديد بقى للمطبخ بما إن دوت خلاص بقى للحمام. هو اتقطع جزء منه كده فأنا هخليه للحمام لأي بقى وصفة عشان أحافظ على إيدي. زي ما انتوا شايفين الخلاط بتاع البانيو هحط عليه بالإزازة نفسها من فوق لغاية تحت. طبعًا ادّاه لمعة كإني ما بهدلتوش، يعني كإني ما عدّش عليه سنين. بقى له الخلاط عندي ده أكتر من 10 سنين، وزي ما أنتم شايفين هيلمع ويرجع كإنه جديد. كل اللي أنا عملته إن أنا بالجوانتي اللي أنا لابساه ابتديت إن أنا أفركه، وجبت كمان الليفة وابتديت إن أنا أدعكه كويس. الخلطة اللي عملناها أحسن من الهاربِك الجاهز، وهتوفّر عليكِ إن أنتِ تشتري الهاربِك. يعني البوتاص نفسه لو اشتريتيه من أي بتاع صابون سايل أو أي واحد بتاع منظفات مش هيقف عليكِ بمبلغ كبير زي تمن الهاربِك، طبعًا دلوقتي أسعارهم غِليت جدًا. حطيته على الحروف بتاعة البانيو والسيراميك كمان اللي حوالين الخلاط بتاع البانيو، وابتديت إن أنا أفركه بإيدي، ما حطيتش أي سلكة ولا أي حاجة، لكن البانيو من تحت هاستعمل بقى معاه فرشة بتاعة السيراميك وهافركه كويس. زي ما أنتم شايفين الرغوة بتاعته عاملة إزاي وريحته حلوة جدًا. عاوزة بقى ما تدعكيش كتير وتقعدي تتعبي زي ما أنا عملت البانيو طبعًا تحت كده في القاعدة بتاعته، سيبي الخلطة 10 دقايق وبعد كده اشطفيها بالمَيّة أو بالدُش نفسه.
الخلطة ديت مش للحمام وسيراميك الحمام، ممكن نعمل كمان بيها سيراميك المطبخ ودهون البوتاجاز والأرضية بتاعة المطبخ. وأي أرضية فيها سيراميك بتنضف الفروقات اللي بين السيراميك، بترجعها كأنها جديدة. هيقضي عليها وهيفورها لك كمان. بعد ما فردتها على البانيو ابتديت بالفرشة بتاعة السجاد، شلتها من العصاية بتاعتها لأن ما عنديش فرشة البلاط، فابتديت إن أنا بقى أدعك كويس البانيو من تحت. بص البانيو بقاله مدة كبيرة قوي، عامل زي ما انتوا شايفين بني، وكان أكتر من كده كمان. طبعا الخلطة دي استعملتها مرة وبعد كده رجعت استعملها تاني معاكم. أكتر مكون استخدمناه في الوصفة هنا وبيفور الدهون والجير والكلس وكل التكلسات اللي موجودة البوتاص او القطرونة او الصودا الكاوية، فمنستعملهوش يوميا. الخلطة ديت عايزة كل اسبوعين مرة في الشهر عشان برضو نحافظ على حاجاتنا، عشان نحافظ كمان الفروقات اللي بين السيراميك عايزة تتنضف، لكن نحافظ عليها ما تتاكلش، لان البوتاص المكون ده ممكن يعمل لها تآكل بعد فترة. رغم ان انا خففت الخلطة لكن انا ما قلعتش الجوانتي، لان البوتاص اكتر حاجة هتأثر للناس اللي ايديها عندها حساسية. ودي من اكتر الوصفات والخلطات القوية واللي بتفور الدهون فعلا والجير والتكلسات، وبتضيع اي حاجة مضايقاكي، لون متغير سيراميك شايفة اللي لونه غمق شوية، الخلطة ديت هترجعهولك كأنه جديد. الخلطة ديت هتخليكي تستغني عن منتجات تانية كتير، يعني بدل ما تجيبي كذا منتج مذيب للدهون، الخلطة ديت اقوى كمان منهم. هنا انا رجعت للحوض طبعا بعد ما فردت الخلطة عليه وسبتها وفردتها بالليفة اللي معايا اللي انتوا شايفينها ديت. كل ما تسيبيه مدة يوفر عليك ان انت ما تدعكوش مدة كبيرة. هنا انا حطيتها على القاعدة وعلى الجزء البلاستيك والجزء كمان كامل والسيراميك وعند البلاعة وحوالين القاعدة عزكم الله من ورا وفي الجناب كمان. هجيب بقى، انا ما عنديش الفرشة بتاعت قاعدة الحمام، فعندي جزء كده من مقشج الراس بتاعها وبدعك بيها كويس قوي. هدعك السيراميك اللي عند البلاعة والسيراميك كمان اللي على حرف البانيو هنا واللي ورا كمان قاعدة الحمام، أعزكم الله هندعكه كويس جدا. الخلطة ديت هتدوب معاكي لو حاجة بقالها سنين انت مش عارفة تنضفيها. طبعا مش من أول مرة هتديكي نتيجة 100، بس مرة بعد التانية كل أسبوعين كده هتكرري نفس الخلطة هتلاقي نتيجة مختلفة. كمان هينضف معاكي الحمام بجد، يعني القاعدة نفسها لونها نور بقت بتلمع، غير الأول كانت مطفية. اي حاجة بقى ممكن ترغي مكان الصابون السائل اللي حطيناه في الخلطة في الاول، ممكن نحط برسيل جل، ممكن نحط بريكس، كيس بريكس او كيس برسيل جل، هيرغي معاكي ويديكي ريحة كمان اقوى. كلور الالوان طبعا معقم وهينضف معايا، وكمان مدي ريحة حلوة مش ريحة تضايقك، بالعكس ريحته كويسة جدا، واللي يدخل بعد ما تنضفي الحمام مش هيتضايق من اي روايح. بطاس الكمية اللي احنا حطيناها كمية قليلة، احنا حطينا معلقتين ما حطيناش اكتر من كده. زي ما انتوا شايفين قاعدة الحمام بتلمع، وكمان السيراميك اللي انتوا شايفينه. هنا انا بشطفها بس ورجعت ادعكها تاني. هنا انا جبت حبة من المعجون الاساسي اللي انا عملته الجيلاتين التقيل، وابتديت على الفرشة كده وادعك بيه السيراميك مرة واتنين وتلاتة. بصوا الفروقات لونها اختلف طبعا، افتحت جدا، حتى قاعدة الحمام من تحت، حتى البلاعة الستانلس بيلمع. هتعتبريه منظف لكل حاجة. انا هنضف معاكي السيراميك الحمام، سيراميك المطبخ، قاعدة الحمام، الحوض، البانيو، البوتاجاز، ينضف معايا كل حاجة. يعني حبة اللي انا سبتهم هعمل ازازة كمان وانضف بيه البوتاجاز والحوض، وامسح بيه كمان السيراميك بتاع المطبخ، الحوائط والارضية. بقالك مدة بقى ما نضفتيش قاعدة الحمام والسيراميك اللي حوالين القاعدة، أعزكم الله قومي دلوقتي بقى جربي الخلطة ديت وهتفرق معاك. اللمعان والنظافة اللي انت شايفاه ده هيقعد مدة كبيرة، مش هيقعد مدة قليلة زي أي خلطة عملناها قبل كده. رجعت لي لمعة القاعدة بتاعت الحمام والبانيو والحوض كمان، والخلاط بتاع البانيو وبتاع الحوض بجد غيرتهم. وهي ليها حق تنافس الخلطات المشهورة او الحاجات المنتجات المشهورة اللي بقت غالية واسعارها بقت اوفر قوي. اشوفكم في فيديو جديد بخلطات جديدة بإذن الله.